عارفين ايه هي أسوأ فترة بتمر على أي مشجع في العالم كله أو في الدنيا كلها؟ هي فترة انتهاء الدوري أو بعد ما توقف الدوري. ليه؟ لسببين اتنين. أول سبب إنك خلاص ما بتشوفش بتقعد فترة كبيرة ما بتشوفش الفريق اللي بتحبه، أو الحاجة اللي بتبقى مثلا بتنتظرها في شغف، بتحب دايما تشوفها، حاجة بتسعدك، حاجة بتفرحك، فريقك وهو بيلعب وهو بيكسب وهو بياخد بطولات، بتحس حاجة بتنسيك تعب الدنيا شوية. ده أول سبب. السبب التاني وسبب مهم جدا وسبب أساسي، وأنا متأكد إن في كتير منكم عندهم نفس السبب ده، يعني بيضايقهم فترة التوقف دي، أو فترة اللي هي فترة الراحة بتاعت اللاعبين، هي اللي هي تعتبر فترة سوق الانتقالات، على الأخص في المرحلة الصيفية. ليه؟ بتفضل طول النهار تسمع في وجع دماغ، طول النهار. أنا أولا واحد من الناس ماليش في موضوع الصفقات، ولا اقول ده جاي وده مش جاي، وانشر خبر من هنا على ان لاعب جاي ولاعب. انا ماليش دعوه، ده شغل اداره، ماليش ان اتدخل فيه. ماليش ان اختار لاعب واقول ده إيه، لا هاتوا ده وما تجيبوش دوت، لا هاتوا ده وما تجيبوش ده. احنا بنقول راينا دايما بعد ما اللاعب ما بيجي وبينزل الملعب، وبنشوف مستواه فعلا على ارض الواقع، لان ممكن لاعب يبقى متالق في الدوري اللي هو فيه او مع النادي اللي هو فيه، ويجي عندنا هنا مستواه يهبط، او ما يتاقلمش مع الفريق، وما يتاقلمش مع المدرب، وما يتأقلمش مع الجمهور، مع الأجواء، مع درجة الحرارة، مع البلد، مع العيشة، حاجات كتيرة ممكن تخلي الصفقة تفشل في خلال شهر أو اتنين أو شهور يعني. فبالتالي احنا بنقيم اللاعب بعد ما بيجي أو بعد ما النادي ما بيتعاقد معاه في أرض الملعب. ده واجبنا، ده شغلنا. لكن احنا مش شغلنا ان احنا نفضل نقول الحق الصفقة الفلانية خلصت، الحق ده بن رمضان جه، الحق ده بن رمضان راح، الحق ده ام رمضان جت، الحق ده ام رمضان راح. يا جماعة مش كده. هو في ايه؟ هو ايه ايه هبل الصفقات اللي احنا شايفينه ده؟ ما اللي يجي ويروح يروح. هنا خلينا كمشجعين، بلاش الفرحة الزيادة او الحزن الزيادة لما الصفقة تيجي او الصفقة تروح. مش كده. ما ياما قالوا على صفقات سوبر وجات ولقيناها صفقات مضروبة. ياما. احنا جايبين صفقات زي يحيى عطية الله، ماشي لعيب كويس. بن رمضان عمالين يتكلموا عليه، ماشي يجي اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة. يا جماعة مش اللاعب هو اللي هيضيف للنادي حاجة، النادي هو اللي بيضيف دايما للاعب شيء. يعني احنا النادي دايما هو اللي بيضيف للاعب، مش اللاعب اللي بيضيف للنادي، على خاصة لما بيكون نادي كبير زي النادي الاهلي. بس انا ليا نقطتين اتنين عايز اتكلم فيهم مهمين جدا 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 في موضوع الصفقات. احنا داخلين على مجموعة بطولات يمكن اول مرة في تاريخ النادي الاهلي هيخش عليها. بمعنى عندنا الانتر كونتيننتال، عندنا كاس العالم بشكله الجديد، 26 لاعب، 26 نادي على مستوى العالم. طبعا انديه كبيره جدا جدا جدا. داخلين ريال مدريد، داخلين مانشستر سيتي، ليفربول. انديه كبيره داخله، انديه كبيره داخله كاس العالم للانديه. بس هي النقطه في حاجه، انا ازاي امشي عبد المنعم؟ رغم ان انا قلت ما بحبش اتكلم في موضوع الصفقات ده خالص، بس يعني فعلا يعني الواحد بس متضايق. يعني ليه نمشي عبد المنعم واليو ديانج في اهم مرحله في حياتنا؟ احنا عندنا الانتر كونتيننت، عندنا البطوله الافريقيه، عندنا دوري ابطال افريقيا، عندنا كاس العالم للانديه، عندنا طبعا غير البطولات المحليه، ده غير السوبر الافريقي، ده غير عندنا حوالي 8 بطولات يا جماعه. 8 بطولات منهم حوالي 4 بطولات، 5 بطولات قاريه. فيعني اهم موسم بالنسبه لنا بنمشي فيه اهم لاعب عندنا، وهو عبد المنعم قلب الدفاع. هنقول جالنا عرض كويس والنادي هيستفيد. طب احنا قبل ما نمشي عبد المنعم دلوقتي عاملين نتعاقد مع اشرف داري المغربي، ولسه الصفقه يا يا لا. انا اللي اعرفه اللي المفروض بكون مجهز حالي ومحضر البديل قبل ما استغنى عن صفقه زي عبد المنعم. انا بستغنى عن جوهره. عبد المنعم ده كان جوهره في قلب الدفاع، واحنا عارفين انه افضل مدافع في افريقيا كلها، مش بس في النادي الاهلي. على العموم برضو الواحد ما طلعش يتكلم بعد ما عبد المنعم ما مشي، بس علقنا وبينا ان احنا متضايقين ان عبد المنعم ماشي. ومع ذلك عندنا ثقة ان الادارة هتجيب مدافع تاني كويس، رغم ان انا وجهة نظري ان مفيش اي مدافع في دول شرق اسيا، ولا في الدول الافريقية، ولا في اي مكان يعوضنا عبد المنعم او غياب عبد المنعم. اليو ديانج هنقول ماشي، مستواه الفترة الأخيرة كان نزل شوية وخلاص المدرب مبقاش مقتنع بيه، لكن عبد المنعم لا. عبد المنعم
عبد المنعم ده حدوته، ده حدوته. بس ما علينا، برضو الاهلي ما بيقفش على حد، وزي ما دايما ما بنقول يعني الاهلي بمن حضر. واحنا طالما مقتنعين بالكلام ده خلاص، احنا بس زعلانين على عبد المنعم مش اكتر. كان نفسنا يكون موجود معانا في كاس العالم للانديه اللي جاي، وفي الانتر كونتيننتال، في البطوله الافريقيه اللي جاي. بس هي دي الفكره، احنا هنقابل فرق كبيره وهنقابل فرق جامده جدا جدا جدا. بس ماشي، مشينا عبد المنعم، مشينا اليو ديانج، مشينا داو كريستو، اخبار عن بيرسي تاو رايح جاي قاعد مش قاعد، وشويه متخانق مع كولر وشويه متصالح مع كولر. ماشي. لكن برضو هنرجع تاني للنقطه بتاعتنا، ايه هما الحاجتين، اكتر حاجتين بيضايقوا الواحد في موضوع الانتقالات والصفقات والكلام ده. انا دلوقتي مصرح لي ب5 اجانب بس في الفريق. طيب انا دلوقتي عندي مين؟ عندي بيرسي تاو، عندي رضا سليم، ادي 2، عندي علي معلول، ادي 3. هتقولي علي معلول احنا شلناه من القايمه. هي دي بقى النقطه اللي انا عايز اتكلم فيها. احنا رايحين نجيب مين؟ احنا سيبكم من اسمه ايه، ايمن دوت اللي هو المدافع القطري ده، جنسيته مصريه. تمام. رحنا جبنا يحيى عطية الله، وعندنا قلنا 3، بيرسيتاو وعلي معلول رضا سليم، وجبنا عطية الله، بقوا كام؟ 4. وهنجيب أشرف داري، بقوا 5. وهنجيب بن رمضان، بقوا 6. ازاي؟ ده ما تنسوش كمان القندوسي. القندوسي لسه على ذمتنا، بيتفاوضوا معاه عشان يمشوه. جاي في ايه وسافرت في ايه؟ جه مع مين اللي جابه؟ كولر اللي جايبه، كولر اللي جابه وكولر اللي مشاه. طب انت لو مش مقتنع بيه جبته ليه؟ انت لو مش مقتنع بيه جبته ليه؟ طلعتوه عرض سيراميكا عشان يلعب. طب اهو طلع وكسر الدنيا في سيراميكا، وبقى هداف الفريق هناك. طيب برضو دلوقتي جايين عايزين تمشوه. احنا خدناه صفقة عند لما لقينا في فرق تانية داخلة فيه. ماشي، ما علينا، برضو مش هنتكلم في الكلام ده. سياسات سياسات سياسات، مش هنتكلم فيها، ملناش علاقة بالسياسة. ماشي. لكن احنا بندفن اللعيبة دي. واحد زي داو كريستو، هو ده جه غصب عن كولر، ولا جه غصب عن الإدارة، ولا عن لجنة التخطيط؟ ماشي. واحد كان اوريدي في منتخب تونس، احنا جبناه قعدناه احتياطي، وقعدنا نقول ده لسه صغير صغير، الواد عنده 21 سنه قاعدين نقول عليه لسه عيل صغير. ما علينا، ماشي. ومشيناه، طلعناه اعاره. امشي يا كريستو، امشي يا كريستو، مشي كريستو. امشي يا ديانج، مشي ديانج. امشي عبد المنعم، مشي عبد المنعم. طيب ماشي، هنمشي مين تاني؟ بيرسي تاو، امشي يا تاو، امشي يا تاو. ما يمشيش تاو، ما ينفعش تاو يمشي. قال لك انا بحب الاهلي وعايز اقعد في الاهلي والحكايه والروايه، عشان عارف انه رايح يلعب كاس عالم. ماشي، ما يمشيش تاو. طيب دلوقتي انتوا يعني هتعملوا ايه؟ علي معلول هتعملوا في ايه؟ بتقولوا هنسيبه وهنأيده في شهر واحد. حلو قوي اللقطه ان انتوا جددتوا لعلي معلول سنه، وجددتوا له عقده رغم اصابته. شيء كويس ولفته كويسه من النادي. طيب انتوا هتعملوا معاه ايه؟ ماشي، هيبقى عندنا تاو. سيبكم من علي معلول، امشي يا معلول، امشي يا معلول. سيبكم من علي معلول، وسيبكم من قندوسي. امشي يا قندوسي، انت وحش يا قندوسي. سيبكم من قندوسي. بقى عندنا مين؟ عندنا تاو، وعندنا يحيى، وعندنا رضا سليم، وعندنا يحيى عطية الله، وعندنا 2 جايين اللي هو مين؟ اشرف داري وبن رمضان. ان شاء الله، ان شاء الله بدون مقاطعه يعني، انا ماليش دعوه يجوا ما يجوش، بس المهم في 2 اجانب جايين يعني، سواء دول او غيرهم مش فارق معايا. رغم ان خلاص سوق الانتقالات هيقفل خلاص، مفيش مشكله، الراجل واقف بالمفتاح وبالقفل وهيقفل. ما علينا. بس برجع واقول ايه تاني؟ طيب كده هنبقى 5. طب هتعملوا ايه في القندوسي؟ هنمشيه فري؟ ماشي، الملايين اللي اتصرفت دي ماشي، ماليش دعوه برضه، مش شغلي، مش شغل، ماليش في السياسه، انا ماليش دعوه برضه، ماليش دعوه. طب علي معلول، علي معلول ملك الحلول، بعد ما ربنا يتمم شفاه كده ويرجع بالسلامه، المفروض يتأيد في شهر واحد. طب شهر واحد هتمشي مين بقى؟ يعني في واحد من اللي انت جايبهم دول هتمشيهم؟ طب يوسف ايمن اللي انت جايبه قلب الدفاع، ويحيى عطية الله جايبهم اعارتهم هتنتهي 30/6. طب كاس العالم هيبتدي في شهر 7، كاس العالم للانديه. طب انتوا جايبينهم عشان تمشوهم قبل كاس العالم، ولا جايبينهم عشان كاس العالم للانديه؟ طب انتوا جايبينهم عشان الدوري المصري والسوبر الافريقي اللي احنا هنلعبه بس شهر 9 اللي جاي ده، ولا جايبينهم عشان ايه بالظبط؟ ما هو احنا طالما مشينا منعم، لازم نجيب واحد اساسي مكانه. اشرف داري لسه احنا مش عارفين هيجي ولا مش هيجي، كلها مفاوضات. انا بص ما بؤمنش باي لاعب جه او ما جاش. بص السوشيال ميديا كلها عماله تتكلم، بن رمضان جه، بن رمضان راح، بن رمضان جه، بن رمضان راح، بن رمضان جه، بن رمضان. ما علينا. عنده شعره، ساعه تروح وساعه تيجي. ايوه قول ورايا، هي ساعه تروح وساعه تيجي.
ماشي، كل يوم بنسمع اخبار برضه ولا بتفرق معانا ولا بنتكلم ولا عايزين ولا عايز اتكلم فيها، ماليش دعوه، يجي ما يجيش ان شاء الله ما جه، مش فارق معايا. بس انا بتكلم اللعيبه اللي احنا جايبينها اعاره هتنتهي اعارتهم في 30/6، دي مصيبه. طيب هيلعبوا كاس العالم ازاي بعد ما يكونوا اتاقلموا مع الفريق وبتاع؟ احنا جايبينهم بالمبالغ دي عشان ايه؟ عشان دوري؟ عشان الدوري المصري؟ يلعبوا معانا في الدوري المصري؟ يلعبوا معانا في بطوله كاس مصر؟ يلعبوا معانا ايه؟ طيب مش فاهم انا. افريقيا مش هيلحقوا حاجه في افريقيا، احنا اهم حاجه عندنا بطوله كاس العالم للانديه. فدول احنا المفروض بنأسس دلوقتي فريق عشان بطوله كاس العالم للانديه. فانت عندك اتنين خلاص اعاره، هتنتهي اعارتهم 30/6، يحيى عطيه الله والمدافع اللي اسمه ايه، نسيت حتى اسمه، ايمن ده القطري اللي هو واخد الجنسيه المصريه، يوسف ايمن. طيب وبعدين؟ طب علي معلول شهر واحد هنعمل فيه ايه لو عندنا الخمسه الاجانب مكتملين؟ مشينا القندوسي، نجحنا ان احنا نمشي القندوسي. علي معلول هنعمل فيه ايه؟ هنقعده ونديله مرتب ولا هنطلعه اعاره بعد كل اللي عملناه ده؟ علي معلول ما ينفعش نخسره من الاخر. حد هيقول لي يا عم ده كبر ومش كبر والحكايه والروايه. علي معلول لولا الاصابه كان يعني واحد من احد نجوم النادي الاهلي، مفيش اتنين يختلفوا عليه. وما زال وما زال، هي بس الاصابه وربنا يشفيه. لكن علي معلول لا، علي معلول يعني انا مش عارف، اوقات بحس كده ان في، يعني ربنا يسامحنا، بس في نقطه كده ايه، حاجات بتقع كده من الاداره اوقات شويه. احنا لما بنتكلم، احنا مش جوه المطبخ، ماشي، خلينا بس واقعيين عشان برضو نبقى عارفين احنا مش جوه المطبخ. لكن احنا كجمهور بنحاول اوقات يعني بنلفت نظر اوقات الاداره في بعض النقط ممكن تبقى تايهه عنهم. ليه لا؟ ما هم بني ادمين وبيغلطوا، هم مش بشر؟ بشر وبيغلطوا. اه، هل هم مخططين لكل حاجه بنسبه 100%؟ مش عارف، ما مش عارف. بدليل ان احنا القندوسي واجهتنا معاه مشكله عشان نوديه فريق سيراميكا ونقنعه، كان عايز يمشي خالص وياخد مستحقاته كلها، وكان ممكن يعمل قضيه ويشتكينا وي والحكايه والروايه عشان ما بيلعبش. بس طلع جدع ووافق وراح سيراميكا. بس دلوقتي اعارته خلصت، المفروض انه رجع للنادي الاهلي، دلوقتي قاعد احتياطي او مش احتياطي، قاعد في مرحله الانتظار. هيروح فين؟ واجهته فين القادمه؟ يعني احنا جايبين اللاعب عشان نفسحه، احنا بنجيب اللاعب عشان نفسحه. والله القندوسي دوت انا مش عارف، مش عارف يعني. انا شايفه لعيب مميز جدا جدا جدا، بس ما علينا، ما علينا. كولر مش مقتنع بيه، خلاص يا عم كولر بلاش القندوسي. بس لازم تشوفوا حل لعلي معلول، ما ينفعش يجي علينا شهر واحد ويكون عندنا الاجانب مكتمله ونقول لعلي معلول معلش خليك انت قاعد بقى لم كور. ما ينفعش، ما ينفعش. انا واحد يعني انا شايفه دي هتبقى سقطه كبيره من النادي الاهلي او من الاداره، ان واحد زي علي معلول نهمله، او نيجي على شهر واحد ما نكونش عاملين بلان بي. علي معلول ده هنعمل فيه ايه او هنتصرف معاه ازاي؟ ما انت الصفقات اللي انت بتجيبها دلوقتي مش هينفع تطلع منهم حد خلاص شهر واحد شكرا انسى، انسى. انت بتتكلم في 3 شهور او 4 شهور. فالصفقات اللي هتيجي دلوقتي خلاص هي مكمله معاك لنهايه الموسم، لنهايه الموسم فيهم بقى اللي بيع وفيهم الاعاره. لكن انا بتكلم دلوقتي في علي معلول، هتعمل فيه ايه طيب؟ هتنزله تحت السن مثلا؟ هتأيده تحت السن؟ هتسننه؟ انا مش عارف، انا مش عارف. بس يعني هما كانوا بس النقطتين دولت اللي كنت حابب اتكلم فيهم. موضوع الهري كتير في موضوع الصفقات انا ماليش فيه، واللي الاداره شايفاها هي بتعمله هم ادرى. احنا كمشجعين لينا ان احنا نشجع، لينا ان احنا نهتف لفريقنا، نقف ورا فريقنا، نساند فريقنا، نساند الاداره، مفيش اي مشكله خالص. لكن برضو من حقنا ان احنا لما نشوف اي حاجه سلبيه نتكلم فيها. وما بنقول ما يعتبرش انتقاد قد ما هو يعتبر ان الواحد فعلا يعني بيفكر شويه من بره الصندوق كده. هم جوه المطبخ جوه الصندوق، احنا بنفكر من بره الصندوق. عايز اعرف اللاعب ده هيحصل فيه ايه. ما الاداره يعني حاجه برضو من ضمن المساوئ اللي الواحد شايفها ان ما عندناش متحدث رسمي باسم النادي الاهلي. يعني احنا المفروض على الاقل كل فتره يطلع واحد كده يوضح للجمهور احنا جمهور الاهلي يا جماعه كبير مش صغير. فلازم يعني تبينوا للجمهور ان انتم مهتمين بيه، لازم تبينوا عشان يعني ايه، زي ما بيقولوا كده ايه، تقطع عرق وتسيح دمه بالبلدي كده يعني.
ت ت توقّف اللغط بقى اللي داير على السوشيال، وده يقول وده راح وده جه ماشي. الأهلي أوقات الميزة فيه إنه شغال ببند إيه، أو بُص العصفورة شغال بالمبدأ ده، يبقى مثلًا بيشغلك في حاجة وهو بيخطط لحاجة تانية، وده شيء كويس. ده شيء كويس إن هو بس في نفس الوقت الأخبار اللي بتتسرب ما هي بتتسرب من الأندية التانية، من الدول التانية. فكل حاجة أنت بتعملها مكشوفة خلاص، السوشيال ميديا مش مخلية حاجة. فعايزين على الأقل يكون في يعني متحدث رسمي أو متحدث باسم النادي الأهلي يطلع. آخر حاجة عايز أتكلم فيها قناة النادي الأهلي. من ساعة ما اتقفلت ما فيش أي أخبار. لا حد بيقول مثلًا يا جماعة إحنا قفلناها، البلان بتاعتها 1، 2، 3، كان في عندنا مشاكل في 3، 4، 5، عندنا البلان A كذا، البلان B كذا، البلان C كذا، في خلال مثلًا شهر، في خلال 30 يوم، 60 يوم، 90 يوم خلاص هنفتح القناة، هيبقى فيها system جديد، هنجيب مدير قناة جديد، هنعمل إعادة هيكلة، هنسوي. يعني يا جماعة وضّحوا للناس. الناس كلّها بتسأل على قناة النادي الأهلي، ما فيش. الناس كلّها بدأت تسأل على خطوات اللي تمِّت بعد الحفل الكبير اللي تم من شهرين 3 بخصوص الاستاد الجديد. ما فيش أي أخبار عنه، ولا حتى سمعنا إن حجر الأساس اتحط. يعني أنتم قعدتوا تقولوا وعملتوا حفلة كبيرة جدًا، جدًا، جدًا عشان خاطر الرعاة اللي في الاستاد الجديد والكلام ده، وجبتوا جميع الرعاة من جميع أنحاء العالم، ده كويس، خطوة كويسة وفرّحتونا. انتظرنا بقى إن تحصل حاجة يعني قريب في خلال شهر، نشوف مثلًا حجر أساس، نشوف أي رسوم للإستاد، أي مخططات، أي plan، أي حاجة هتبدأوا إمتى، المرحلة الأولى هتبدأ من كذا لكذا، المرحلة التانية من كذا لكذا، المرحلة الأخيرة هتبدأ من كذا لكذا، تسليم الإستاد هيبقى في شهر كذا، وهيفتتح في شهر كذا، وهيتلعب عليه في شهر كذا. ما فيش أي خطوات بدأت خالص، ولا أي صور، ولا أي حد طلع اتكلم على أي حاجة. وبرضه أنا هاقول إحنا صابرين ما فيش مشاكل، يعني هنعمل إيه طيب؟ إحنا بس بنتكلم إيه، بنفكّر مع بعض بصوت عالي عشان نوصّل كلمتنا طيب للإدارة. ما هو لازم نعمل حاجة، لازم نتصرّف، لازم يكون لينا رأي. فموضوع الانتقالات اتكلمت فيه، موضوع علي معلول بصراحة لإن حاجة كانت مضايقاني جدًا، جدًا. آآ خايف بصراحة تحصل معاه دقة نقص، رغم إن أنا عارف الأهلي ما يعملش كده، بس أهو إحساس. لإن من اللي أنا شايفه أنتم قاعدين تجيبوا صفقات، 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 والأجانب هتكمّلوهم 5، هيبقى عندكم 2 برّه. طب هل مثلًا في نية إن أنتم تمشّوا بيرسي تاو وتدخّلوا علي معلول؟ طب هل في نية إن أنتم تمشّوا بيرسي تاو وتقعّدوا القندوسي؟ طبعًا حاجات كتيرة بنبقى محتاجين توضيح من الإدارة. لكن للأسف الإدارة بتاعتنا ماشية بمبدأ الصمت، الصمت الرهيب. هو الصمت حلو، وداري على شمعتك تقيد حلو، بس في أحيانًا بعض الحاجات محتاجة توضيح للجمهور. فأنا رأيي إن الإدارة لازم تفكّر في النقطة دي. ما تطلعش تقول أي أسرار، ما تطلعش تقول أي حاجة عن الإدارة، عن الشغل بتاعك اللي أنت بتعمله، عايز تعمله مفاجأة. بس لازم تدّي ملامح لبعض النقط، على الخاص لمّا تكون شايف لغط كبير على السوشيال ميديا على حاجات معيّنة، لازم تطلعوا توضّحوها للناس. زي قناة النادي الأهلي لازم كان يطلع بيان يوضّح بالتفصيل. مش هنقول بقى متحدث، ماشي طلّعوا بيان، طلّعوا بيان حتى وضّحوا بالتفصيل الخطوات، اتعاقدتوا مع مين، ما اتعاقدتوش مع مين، القناة هتفتح إمتى، المرحلة الأولى إيه، المرحلة التانية إيه، نوعية البرامج، المذيعين اللي أنتم اخترتوهم، طب الناس دي راحت فين، طب يعني وضّحوا للناس. من حقنا إن إحنا نعرف. الناس كنا بنتفرّج على قناة النادي الأهلي. أنا واحد من الناس كنت باحب أتفرّج على قناة النادي الأهلي، البيت الكبير، برنامج البيت الكبير، وبرنامج بتاع عادل القيعي وإبراهيم المنيسي، وبرنامج بتاع أسامة وفارس، الأهلي خط أحمر. 3 برامج بصراحة كنت باحب أتفرّج عليهم. فدلوقتي أنتم وقّفتوا الدنيا، وقّفتوا الدنيا. فنتمنى إن الأمور تسير بشكل أفضل، ونتمنى طبعًا إن المباريات ترجع تاني. الفريق وحشنا جدًا، جدًا، جدًا. بنقول بالتوفيق لمحمد عبد المنعم، بالتوفيق لأحمد عبد القادر اللي أنا كنت ناسيه فعلًا وكنت ناوي أتكلم عليه. وفعلًا برضه واحد من الناس اللي زعلت جدًا، جدًا، جدًا إنه مشي. وزعلت جدًا إنه ما كانش بياخد برضه فرص كبيرة. أنا عارف أحمد عبد القادر الناس هتتكلم هتقول لك عنده سِنّة أنانية مش عارف إيه، بس أنت برضه بتتكلم على واحد من ناشئين النادي الأهلي، واحد من محترفي من حريف الكورة زي ما بيقولوا كده، صايع كورة بالبلدي كده. تمام. وزعلت أوي، أوي إنه مشي. وكان نفسي يحضر معانا كأس العالم اللي جاي. كان نفسي عبد القادر فعلًا يكون معانا في كأس العالم اللي جاي، وأتمنى إنه ييجي قبل كأس العالم اللي جاي، تنتهي إعارته مثلًا على 30/6 زي العادي، وما يطوّلش أو ما يكونش في بند بيع. وأتمنى إن عبد القادر يرجع تاني لصفوف النادي الأهلي،
وأتمنى كل التوفيق، أتمنى التوفيق لكريستو، أتمنى التوفيق لأليو ديانج، أتمنى التوفيق لعلي معلول ويرجع بالسلامة، ألف سلامة عليه ويرجع بألف سلامة. أتمنى التوفيق لأي صفقة جديدة تدخل النادي الأهلي وتكون صفقة مربحة للنادي الأهلي، مربحة فنيًا قبل ما تكون مربحة ماديًا، وتكون مرضية لجماهير النادي الأهلي اللي أنا واحد منهم. وباقول دايمًا إحنا واثقين في الإدارة وواثقين في خطواتها، بس ده ما يمنعش إن في بعض النقط محتاجة توضيح دايمًا للجمهور. ولازم حد يطلع يتكلم، لازم دايمًا حد يطلع يتكلم. نتمنى عودة قناة النادي الأهلي في أسرع وقت، لإن يعني اللي إحنا شايفينه دلوقتي الإعلام كله بقى زملكاوي. والله يا جماعة أنا مش متخيل. أنا يعني من بعد شوبير برضه ما مشي وقناة الأهلي اتقفلت، ما فيش. مين الإعلام طيب؟ كل اللي بيطلعوا دلوقتي يوتيوبر. طب فين الإعلام يا جماعة بتاعنا؟ حتى قناة اون تايم سبورت مقضياها زمالك. يا جماعة إحنا تعبنا، إحنا عايزين نسمع أخبار حلوة عن نادينا دايمًا. إحنا واثقين في نادينا، واثقين في فريقنا، واثقين في مدربنا، واثقين في الإدارة، واثقين في الكابتن محمود الخطيب، ربنا يشفيه. بس يا جماعة برضه إحنا تعبنا، إحنا تعبنا. القرارات الأخيرة بتاعة النادي الأهلي ببعض التغييرات في لجنة التخطيط وهنا وهنا، ده أنا برضه ما باحبش أتكلم على الكلام ده. دي كلها أمور شخصية، أمور داخلية، أو سوري مش شخصية، أمور داخلية خاصة بالإدارة، وهم أدرى، هم أدرى بمصلحة النادي. يعني أنا عمري ما هاتكلم على خالد بيبو وعلى سيد عبد الحفيظ ولا، كلّهم ناس محترمين وكلّهم ناس على راسنا وبنحبهم كلّهم وما شُفناش منهم حاجة وحشة، سواء سيد عبد الحفيظ، سواء خالد بيبو، كلّهم ناس محترمة. كل واحد فيهم عمل موسم مميز. ما بنك مش هنتكلم على سلبيات، كل واحد بيبقى له إيجابيات وله سلبيات. بس إحنا دلوقتي خلّينا في الإيجابيات، لإن اللي إحنا شايفينه يعني خلاص إحنا في بطولات في تأقلم بس طبعًا كل مدرب له مساوئه وله إيجابياته وله سلبياته. مش عايز أتكلم على كولر كتير. كولر مش عارف، أوقات بييجي عليَّ وقت باحس إنه بيحب ويكره، وأوقات باحس إن هو very professional. يعني راجل فعلًا professional جدًا، 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 وبيتعامل بالشوكة والسكينة زي ما بيقولوا. أنت تمام في التدريب هتلعب، أنت مش تمام مش هتلعب، هتقعد. آخر نصيحة عايز أقولها للعيبة. أنا مش شايف أي مبرر إنك تزعل إن أنت اتبدلت أو اتعمل لك تبديل أو طلعت مثلًا في نُص المباراة أو في الدقيقة 60 والّا 70 والّا 80. أنا مش شايف لها أي مبرر. ليه؟ اللعبة دي معروفة إن هي لعبة جماعية ولازم بيحصل فيها 4 أو 5 تغييرات. هو مش لازم، هو على حسب رؤية المدرب للمباراة ولسير المباراة. فأنا لمّا كنت باشوف الفترة اللي فاتت اعتراضات كتيرة من بعض اللعيبة، وباشوفها في جميع الأندية على فكرة مش بس في الأهلي. بس أنا حابب أقول يعني يا جماعة لازم تتقبّلوا الموضوع عشان موضوع العقوبات ما تنزلش عليكم كتير. لازم الموضوع يتاخد بروح رياضية وتبقى كمان فرحان إن زميلك هيلعب شوية، لإن زميلك زي ما أنت ما زعلان إنّك طلعت، زميلك فرحان إنه نازل. يعني أنت زعلان إنّك طلعت، زميلك فرحان. أنت زعلان بقى من مستواك وِحِش، زعلان إن أنت ما أدّيتش حاجة، شوف أنت مشكلتك فين وحلّها. لكن ما تزعلش إن أنت اتبدّلت. ما هو اتبدّلت معناه إن أنت اللي برّه ممكن هيقدّم أحسن منّك، أو إن أنت تعبان، أو إن أنت بدنيًا مش واقف على رجلك. أكيد ليها أسباب كتيرة، والفنيات دي يحددها مدير الكورة والمدير الفني أكتر مننا. وإحنا برضه بنبقى شايفين أنتم في الملعب رجلكم عاملة إزاي. في ناس رجلها بيبقى فيها أكياس رمل في الملعب، ما بتقدرش تجري، ما بتقدرش تعدّي، ما فيش. تمام. فكل التوفيق لكل اللعيبة. خدوا راحتكم معاهم وخدوا أجازتكم، وإحنا كمان مستنيينكم بفارغ الصبر. وإن شاء الله الدوري الجديد يبدأ قريب والمباريات تبدأ قريب، وإن شاء الله السنة الجاية تكون سنة كلّها بطولات وكلّها إنجازات. ويا رب، يا رب، يا رب نحقق مركز كويس في بطولة كأس العالم للأندية اللي جاية. إحنا هنا في أمريكا إن شاء الله هنحاول نتواصل مع بعض الجاليات المصرية هنا، ونحاول نقدّم شيء كويس للنادي الأهلي قبل ما ييجي هنا، ونحاول نستقبله هنا كويس، وهنحاول نقدّم حاجة كويسة تشرّف الجمهور الأهلي. ويا رب أي واحد يسمعني يكون عايش في أمريكا يتواصل معايا، وإن شاء الله نحاول نتوافق مع بعض ونحاول نعمل شكل كويس لجمهور النادي الأهلي الجالية الموجودة في أمريكا هنا في تكساس. وإن شاء الله، إن شاء الله نبقى دايمًا في ضهر النادي في كل مكان. شكرًا ليكم، معلش طوّلت عليكم، أنا آسف اعذروني. وأتمنى اللي يشوف الفيديو دوّة ويعجبه يشيّره، عشان عايز موضوع الجالية اللي عايشة في أمريكا هنا أي حد يتواصل معايا. وإن شاء الله نحاول نرتّب التجهيزات من بدري كده قبل ما البطولة تبدأ في شهر 7 السنة الجاية. السلام عليكم، والأهلي دايمًا منتصرًا. الأهلي دايمًا فوق الجميع.
سلام.